تفتكروا ايه ده يا ولاد؟ تفتكروا ايه ده؟ الكيس ده فيه ايه؟ العلبة دي فيها ايه؟ الكيس ده عايزه اقول لكم ان هو كيس المطبخ بتاعي بتاع زمان. انا كنت عامله مطبخ، كنت عامله مطبخ اكل بيتي، بس للاسف الحمد لله رب العالمين. المهم يا اولاد، هبقى افرجكم على الكيس بعدين. خمنوا كده الكيس ده فيه ايه. طبعا هنا احمد بياكل رعد. احمد هنا بياكل رعد. الكيس ده فيه ايه؟ يلا يلا خمنوا كده، اقعدوا. وقبل ما عبال ما تخمنوا لازم تحطوا اللايك. انتوا دايما كاسرين بخاطري، ودايما مش بتحطوا لي لايك، ودايما الفيديوهات واقعه. ها، العلبه دي فيها ايه؟ الكيس ده فيه ايه؟ غلب حماركم. طيب انا هوريكم العلبه دي، قصدي اوريكم الكيس ده فيه ايه دلوقتي. افتح الكيس، افتح لكم الكيس. بسم الله، بسم الله. يا ترى فيه ايه؟ يا ترى الكيس ده فيه ايه؟ يا ترى الكيس ده فيه ايه يا ولاد؟ جوا كيس تاني. اوه، انها سرة من الدنانير، من الدنانير. ثروة، ثروة يا ولاد. وحياتك يا بت وغلاوتك طلع دمك، ما اعرف هم كام، هنعدهم مع بعض دلوقتي. دي تحويشة العمر، تحويشة سنة سنة ونص ولا سنتين دول؟ سنتين، سنة ونص. لا سنة ونص، سنة ونص. من بعد رمضان، من قبل رمضان، من قبل رمضان اللي فات. عايزة اقولك ان انا معرفش هم كام، بس في نفس الوقت هم شكلهم مبلغ محترم، لان مش قادرة اشيل، مش قادرة اشيل. وزن كبير. وجوه الكيس كيس. جوه الكيس كيس تاني. بص رعد، بص رعد عامل ازاي. بص رعد. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الفلوس دي كلها؟ لا دول ورق بقى، ما تكونش دعوه بالورق ده. شايفين بقى قد ايه؟ دول من بعد رمضان. ادي الكيس بتاعي يا ولاد. ده استنى يا ولد عشان نغطي ارقام التليفون. شايفين؟ ده الكيس بتاعي. كنت عامله مطبخ بيتي، مطبخ ام محمود للاكل البيتي. بس ولاد الحلال ما خلوش لولاد قصدي ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. ولاد الحلال اللي هم ولاد الحرام يعني، يعني اذوني في اكل عيشي، ووقفت الموضوع. وعايزه اقول لك ان انا عامله 50 كيلو، لسه موجودين 50 كيلو من الاكياس دي بشوكتهم، بطلع فيهم زباله والله. يلا الله المستعان. المهم دول بقى. وفي كيسه سره اخرى من الدنانير، دي جديده لسه. ما الواد محمود ابني كل ما يجي من بره، هو ولا احمد ولا عبد الله مين؟ كل عبد الرحمن، اي حد فيهم. الحاج بقى يجي يدينا مثلا ايه، 5 جنيه 10 جنيه الفكه يعني. طبعا هم عارفين ان الكلام ده ملوش لازمه. فيهم بقى نصاص وكده. في تاني؟ بصوا نصاص، لا ده في ريال، وفي فلوس. ده ريال، ده دي باريزة. ما دي بقى. بصوا الباريزة دي 10 ساعة. ده كان محمود ابني كان لقيها في الشارع، وخدتها منه فسوخة كده. قلت ايه والله العظيم، ما مش بحب، بستحرم يعني. فسبحان الله كانت لسه الفلوس دي ما كانتش بقت كده يعني. كان يمكن بتاع 20 جنيه 30 جنيه. بصيت لقيت ما شاء الله. بصوا ثروة ثروة ثروة. بس بقى عايزة اقول لكم هنعدهم ونشوف لو طلعوا مبلغ
هنجيب بيه ايه؟ عارفين ده من 1980 العشرة صاغ دي، يعني دي كمان تجيب مبلغ دي بسعر دي. عايزه اقول لكم ان انا ان شاء الله حطيت في دماغي كده ان انا اجيب بيهم سجاد للشقه، يعني انا ايه اشوفهم هيطلعوا كام، ولو ناقص يعني لو نقصوا مبلغ بسيط كده نكمل عليهم نجيب سجاد. بس لا، انا غيرت رايي وقلت هعمل ايه، بما ان الظروف منيله ب60 نيله اليومين دول، الحاجه عمال تغلى، فهعمل ايه؟ هجيب بيهم كتاكيت هبدأ بيهم مشروع، هعمل مزرعة، هعمل زي ابن توفيق عكاشة واجيب 5 بطيات ذكر و4 نتي. لا، انا هجيب كتاكيت، هجيب 100 تيك كتكوت، و100 كتكوت. هجيب 100 كتكوت وهربيهم وهوريهم لكم هم طالعين، ونبيعهم بعد شهر ونشوف هيعملوا ايه. طبعا هنطلع الكتاكيت هنربيها فين؟ هربيها لكم في اوضه الصالون، اوضه القرار اللي احنا عاملينها دي. وما تتريقيش يا بنت يا اللي تشك في معاميعك، عشان انا عارفه، انا عارفاك فضلتوا تتريقوا لما جبتونا ورا. المهم تعالوا نعدهم مع بعض ونشوف. كل 10 جنيه هنحطها كده فوق بعضيها، يعني دول مثلا 5 7 ادي كده 10. هنرص كده الجنيهات دي فوق بعض العشرات وهنكومهم، بعدين نشوفهم هيطلعوا كام. ماشي؟ بس بما ان احنا هنعمل الحركه دي مش عايزين بس رعد بيعمل ايه؟ اوعى تجيبني. فهنشوف ال هيطلع كام صف من دول ونعدهم ونشوفهم هيطلعوا كام. يلا. دلوقتي احمد هو اللي بيرص عشان انا مليت بسرعه. خد، ما توقعش حاجة. رص معايا مش تبهدل معايا. رص معايا مش تبهدل معايا. يا اخي ليه بس؟ ده انا عمال ما اعد كام واحد يبقوا 4 7 10. امسك اهو. بعدين طيب جد. عايزين كوبايتين شاي دول. والله احنا كده هنقعد اليوم كله فيه. عارفين فكرة في الحد كمان هيصدقنا. يا ولاد، انا كنت ناويه اجيب بيهم سجاد للشقه كلها. قلت ايه مش هجيب سجاد دلوقتي، كنت هجيب سجاد قبل رمضان، يعني على رمضان، بما ان انا بشتغل في السجاد. يعني بالمناسبه انا عامه دلوقتي حاليا، يعني انا كنت شغاله في موضوع السجاد ده من يجي 20 سنه، يعني قعدت يجي 20 سنه شغاله في السجاد. بس فكره المطبخ دي جات لي كده من فتره، من حوالي يمكن 5-6 سنين وعملتها، بس في ناس يعني اذوني فيها. المهم يعني بص العملة دي. دي بتاع اماراتي محمود كان بيقول لي.
خليهم، اوعى تضيعهم. فالمهم قلت ايه، هاجي قبل رمضان، انا كده كده بجيب سجاد يعني وببيعه بالمناسبة يا ولاد، ببيع سجاد وببدل برضه. يعني ممكن عندك سجاد مستعمل بس بحالة جيدة، حالة ممتازة، لان اللي هتاخده اللي انت هتبيعيه مليتي من شكله، من لونه، غيرتي العفش وعايزه تجيبي سجاد مناسب ليه، فاللي انت هتبيعيه ده لازم يكون بحاله كويسه مش مقطع، لان انا ببيعه لناس تاني ما تكونش قادره ان هي تشتري جديد. تمام. وممكن تاخدي من عندي وتبدلي اللي انت بتبدلي بيه ده، بتدفعي مقدم، يعني بتدفعيه كمقدم، او ان انت بتخصميه من ثمن السجاد الجديد. يعني ده بالنسبه للناس اللي عايشه معايا في المكان في البلد. في ناس بتاخد مني كاش، وفي ناس بتاخد تقسيط، بس يعني الاغلبيه بتاخد كاش بصراحه. المهم قلت هجيب سجاد قبل رمضان، يعني هشتري قبل رمضان سجاد للبيت، هفضل اكمل كده الفلوس لغايه ما ايه، زي ما يطلعوا بقى 5000 10000 زي ما يطلعوا هجيب بيهم سجاد للشقه. ما انا خلاص، انا كده كده السجاد اللي عندي كله طلعته. فالمهم ان انا لما لقيت الحاله بقى بدات تضيق قوي، والحاجه غليت خالص خالص، والبيض غلي بشكل عبيط كده، فقلت لا احنا هنجيب فراخ. احنا كده كده انا بجيب فراخ كل سنه قبل رمضان بشهرين او بحاجه، يعني بحيث ان احنا بنذبحه شمورت كده وبنحشيه. فقلت لا انا هجيب بيهم فراخ علشان اعمله زي مشروع، يعني للبيض، للبيت، ناكل منه ندبح منه، فاهمين؟ هو حاجة مخدوعتك دي اللي بتلمها. كل ما نعملهم يلمهم تاني. لو كنا جبنا ميزان ووزناهم احسن، بس للاسف فيهم انصاص برضه. 80 90 100 110 120 130 140 280 92 300 310 نخلص عدهم يا ولاد نرجع لكم تاني. 180 490 500 طلعوا 1400 جنيه. هنعمل ايه؟ هنجيب منهم 100 كتكوت، 100 كتكوت. تمام. وهكمل انا على الباقي ال100 كتكوت بحوالي 1200 جنيه، وال200 جنيه اللي هتفضل هنجيب منها هنكمل عليها ونجيب شكارة علف. خلاص اول ما نيجي نبدأ ان شاء الله في الموضوع ده هقول لكم باذن الله. يعني انا مش هجيب النهارده ولا بكره، لا ده انا لسه بقى قبل ما اكمل فلوس العلف، لان انا الكتاكيت اول ما اجيبها وفلوس النشاره برضه، لان الكتاكيت اللي هجيبها مش هتستناني يعني، ده لازم يكون العلف جاي معاها والعلاج والتحصين بتاعها، فاحنا عايزين زيهم كمان، يعني عايزين اكتر منهم كمان. يعني احنا دول 1400 هنعوز بتاع 1400 تاني. ليه؟ شكارة علف 50 كيلو هتاخد ب1200 1170، يعني قولي 1200، والعلاج بتاعهم والتحصينات هياخد حوالي 150 جنيه. طيب يبقى الثلاث تحصينات لوحديهم ب 320 330، كل تحصينة ب 110. طب و 1200 يبقى 1550. وهنجيب نشارة، شكرتين نشارة ب60 جنيه، ادي 120 تاني. يبقى دي كده كام؟ يعني حوالي 1600 1700 جنيه. هنعوز 1700 جنيه تاني، يعني فايدين من هنا 1200، هيفيد 200،
انا عاوز 1500 عليهم، الله المستعان. المهم اول ما نيجي نجيبهم هفرجكم عليهم، بس اجهز لهم المكان واجهز لهم الدنيا علشان استقبل بيهم باذن الله. نستقبل بيهم نخليهم للبيت بقى، للذبح، للبيض، عشان الايام الحلوه اللي احنا فيها دي تعدي على خير يعني.